ما ينفعش اجيب دكتور اقول له يا دكتور خلي بالك انت لازم تتعلم ازاي تفتح ملف، ازاي تعمل كذا كذا كذا، ازاي تحمل ملف، ازاي تنقله. الحاجات دي ما ينفعش تشرح بشكل مباشر. اولا انها طبعا ممله، يعني ما حدش هيقعد يسمع كلمتين في حاجه يعني زراير وضغط زراير، مش هتعلم حاجات زي دي. وثانيا ان دي مش عمليه. اللي بيحصل على ارض الواقع واللي بيحصل فعلا في الكورسات ان الدكتور مثلا اللي بيبقى عنده مشكله بيجي يشتغل يطبق بقى على الحالات اللي احنا باعتينها. مثلا خلاص انا في كورس السيرجيكال جايد مثلا هو يبدا يطبق على حالات، هيلاقي ان هو مثلا ملف مضغوط، حاله اسمها ملف مضغوط، هو مش عارف يعني ايه ملف مضغوط. هو هيجي يحملها هيظهر معاه مشكله، هو يعرف مش عارف يتعامل معاها، مش عارف يتعامل مع الملف نفسه. طيب هو احنا قلنا المشكله ان هو مش عارف يوصفها او مش عارف يوصف المشكله ايه. فهو لو معاه حد بيتابع معاه، حد يروح مديله الجزئيه اللي ناقصاه دي بس بالظبط يقول له يكمل يعني بعد يقول كده له يعني يرجع له يقول له والله انا اصلا مش عارف ايه اللي بيحصل، انا مش عارف اتعامل مع ملف. فاحنا عندنا مثلا لا بقول له ده ملف مضغوط محتاج نتعامل معاه بالشكل الفلاني، نبعت له فيديو صغير على قد المعلومه دي يحلها بالظبط، فيديو كده بمده دقيقه مثلا. فالمشكله بتتحل على طول. يعني لو معاه حد بيتابع معاه مباشره وبيرد عليه بسرعه في الحلول، هتلاقي الموضوع معاه بسلس خالص. وانا في مثال بحب يعني اطرحه في النقطه دي، ان الدكاتره الكبيره او يعني بالنسبه لهم الديجيتال عامل كانك دخلت قصر او مكان كبير وانت مش عياده، دخلت عياده مش واخد بالك يعني او مش واخد على المكان بالظبط حرفيا انت داخل على المكان انت مش عارف ايه اللي موجود.